عليكم كده سعودي عشان انا ايه سبيشال ريكوست للناس اللي بتحب يعني الشايلات السعودي. انا يا جماعه عاشق للشايلات السعودي الحقيقه. كنت من فتره كده في سويسرا من تقريبا من شهرين ايه تقريبا اكتر من شهرين حاجه زي كده، ونزلت صور والحمد لله نزلت صور كتيره وبعدين دست على رجلي عربيه اتفشخت اتفشخت حرفيا يعني. انا ما بحبش اشتكي قوي وانا اتبهدلت يعني الحمد لله يعني على كل شيء. فطبعا كنت جايب كميه شوكولاتات من سويسرا. كنت دايما يعني كنت جايب حاجات كتيره قوي. انا مش هقول الرقم طبعا انا جايب كام كيلو شوكولاته، بس انا كنت جايب شوكولاتات كتيره جدا على اساس ان انا اقعد اعمل الفتره اللي جايه كلها ريفيوز الشوكولاتات. المهم خلاص الموضوع، في واحد صديق مرشح لي محل مشهور جدا في سويسرا اسمه لادرخ. اعتقد ان انا بنطق الكلمه صح يعني، اتمنى اكون بنطق الكلمه صح بالجيرمان، فهي بالجيرمان لادرخ. فطبعا انا ما كنتش عامل حسابي في ان لادغاخ دي او لادغاخ دي الشوكولاته الرهيبه دي ان انا يعني هخش البس ما شاء الله رقم وقدره. اول ما فكرت في الموضوع فنزلت مع محطه بازل او بايل يعني بالفرنسي بيقولوها يعني. حتى لقيت المحل البي ده، قعدت اصور ساعتها بالجو برو من بره، بعدين قلت اخش لقيت حاجه صغيره كده يعني تقريبا 100 جرام اعتقد او اقل والله يعني مش فاكر بالظبط يعني. قلت هخش اطلب. دخلت فلقيت اقل حاجه كده كذا نوع من انواع الشوكليت يعني. فقلت ده انا على طول خدت الشوكليت حطيت الشوكولاته على الكاونتر، والمهم البنت كتبت الرقم، انا ما شفتش الرقم، رحت مطلع الفيزا برنس الليالي. الكلام ده كان قبل الايه يعني قبل التعويم. فاحنا بنتكلم في 25 فرنك ساعتها. كان الفرنك مش عارف كان ب 22 ولا ما اعرفش كان بكام، بحاجه و20. ف 25 فرنك في حاجه و20 21 تقريبا، فاحنا بنتكلم تقريبا في 500 جنيه شوكولاته. حبه شوكولاته قد كده. طبعا الشوكولاته دي دلوقتي والفرنك دلوقتي ب 35 اعتقد، فانا حبه الشوكولاته دول ب 1000 جنيه. حبه الشوكولاته دول. طيب انا هخش على طول عشان ما اقعدش ارغي كتير. الله يسامحك يا اللي في بالي يا اللي دخلتني. ومعاكم شوكولاته لادغاخ يا جماعه، احلى شوكليت في سويسرا او اغلى شوكليت في سويسرا زي ما انتم شايفين اهي. يعني انا لسه هقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح ونشوف الدنيا ماشيه ازاي طبعا. بس خلينا نشوف كده في السريع. انا هفتح وهقول بسم الله. ده 100 جرام شوكليت والبتاع. انا جايب الحقيقه كذا نوع شوكولاته، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي غالبا هتبقى كلها شوكولاتات سويسري لان انا ما كملتش لسه الريفيوز بتاع الشوكولاته. احنا يعني انا عايز بس ايه اوريكم مدى يعني ايه زي ما انتم شايفين. انا بحاول اجيبها لكم في البتاع. ما اعرفش ده ايه ده تقريبا كروكون مثلا. جرب بسم الله الرحمن الرحيم. ده غالبا كارملايزد المند. اتس فيري نايس. انا هاخد حته كمان، حته صغيره قوي. طبعا الشوكليت تجنن، سموث قوي ومش هعرف اشرح قوي يعني، مش هعرف ادي للشوكليت دي حقها يعني الصراحه. ماليش في الوايت شوكليت بصراحه اللي هي الستروبري والحاجات دي، بس يعني ايه شوكليت. تحفه. الستروبري اللي جواها غالبا معمول له كانه واخد شوجر كوتنج، طبقه من السكر كده فمخليها مقرمشه. انا مش من محبين الوايت شوكليت بصراحه يا جماعه، بس دي تحفه. طيب اللي بعده في السريع بندق الموند بدارك. ده ميكس ناتس، ففيها بندق وفيها بيستاشيو. هقطم قطمه برضو. انا مش من النوعيه اللي انا بضرب الشوكولاته مره واحده. الشوكولاتات دي بتفضل قاعده عندي في الثلاجه ما لا نهايه. تحفه. انا بس عايز اجيب الباقي. دي دارك برضو، فانا هخلي الدارك على جنب. دي غالبا وايت وفيها ناتس يعني. هو اغلب الحاجات وايت شوكولا بلان، انا اسف، اللي هي الشوكولاته البيضاء يعني. خليني انا بس اموف للدارك. طبعا الشوكولاته يا جماعه انا مش عايز اقول بتدوب في البق. في ناس بتسال هو هل انا ينفع اسيب الشوكليت في الثلاجه؟ الشوكليت ممكن تقعد في الثلاجه اب تو 2 ومش هتبوظ. الشوكولاته ما تبوظش. طيب انا هحط الباقي ده لان انا ايه بحب كده كل يوم الصبح ايه اقوم مع الكافي اخد قطمه كل يوم، فده هيفضل قاعد معايا فتره من الزمن. انا بس عايز ادوق الدارك بتاعتهم، وغالبا دي الدارك بلوز يعني، ده اللي باين فيها دي دارك بلوز. ليتس تراي. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا يعني دارك على ابوه، يعني مش دارك وخلاص، لا دارك وسكر اقل ومش بتجزع، وحاسس بطعم الالمند معمول له روستنج، لان انا حاسس بطعم الروستنج. يعني الالمند ده انا حاولت اعمله في البيت قبل كده فرن، وبسيبه شويه وبعد كده بطلعه وبحط عليه بغرقه بشوكولاته. طبعا شوكليت يعني مش محتاج اقول يعني. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. كراميل، انا هاخد حته من دي. لا دي ما فيهاش كراميل، دي فيها اورنج. اوكي بص حتة الاورنج اللي جواها دي فيها اورنج، واو. طب انا هدوق، بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي الصغير لا يحتمل. طبعا انا حابب اشكر الاستاذ تامر. درايد، حتة درايد اورنج، واو. اورنج برتقال مجفف، رهيبة رهيبة. تامر شكرا، ميرسي جدا. تامر صديقي في السفر، هو بصراحة اللي رشح لي بيت الشوكولاتة. طبعا اللي عايز يا جماعة الحتة ان شاء الله هبيع الحتة غالبا، يعني ممكن ابيع الحتة مثلا صغيرة اللي هي التوت ده او الصباع، ممكن ابيعه ب 200 جنيه ولا حاجة. اللي عايز يقول لي. يلا سلام.